خرج إلى الحج وما حدث زلزل حياته. أحس الأمير بالهم من دون سبب واضح، فترك مخيمه في ليلة التروية وخرج إلى الصحراء. في الطريق قابل رجلا يجلس على صخرة، فقال له الرجل: هل أنت من سيأتيني باللحم؟ أجابه الأمير: وهل طلبت اللحم وتنتظره؟ فقال الرجل: كنت جائعا وطلبتها من الله تعالى. يقول الأمير: ضحكت وأخبرته بأني سآتي باللحم لأجله، فاتصلت بأحدهم وأعطيته الموقع وطلبت أجود أنواع اللحم. حين انتهى شكر الله تعالى وطلب من ربه كأس شاي بالنعناع، وبالنعناع حصرة، وجمع باقي الطعام ولفه في كيس وأعطاه لجماعة مرت من أمامنا، ليعود أحدهم بعد لحظات بكأس شاي بالنعناع. انتهى من الشاي وطلب من الله تعالى وساده، وفجأة وصل مجموعة من الحجاج معهم وسائد، فاستأذنهم ونام عليها وهو يقول: يا رب أرسل لنا نسمة هواء فالجو حار. وهذا ما حدث والأمير مستغرب، فسأله الأمير عمن يكون، فأجابه: عبد من عباد الله تعالى. فرجع الأمير إلى المخيم ليقص ما حدث معه لشيخ معروف. لم يستغرب الشيخ وقال له: هناك رجال معروفون في الأرض ورجال معروفون في السماء كالذي قابلته،